عارف ايه اغرب جمله بسمعها من اصحاب المشاريع؟ يا عم انا ببيع كويس بس ما فيش فلوس. تقول له ازاي يعني؟ يقول لك انا فعلا ببيع بس ما فيش مكسب وفلوس في ايدي. عارف ليه؟ هقول ده لانك مش ماسك الكاش فلو بتاعك صح، واللي مش فاهم الكاش فلو مشروعه بيموت وهو فاكر انه بيكسب. في الحلقه دي هتفهم يعني ايه كاش فلو، وليه هو اهم من الارباح نفسها، وازاي تمسك فلوسك بايدك قبل ما تسيبها تتبخر من غير ما تحس. ده شاب اسمه مصطفى فتح مطعم سندوتشات. الاسبوع الاول المبيعات نار والايراد اكتر من 10000 جنيه في اليوم، لكن بعد شهرين قفل. حد هيسالني ليه؟ اقول لك لانه صرف اكتر مما دخل، اشترى خامات زياده، صرف سلفه للموظفين، دفع مقدم ايجار لفرع تاني، ما هو شاف العمليه حلوه والعجله ماشيه. والمفاجاه اكتشف ان السيوله والفلوس كلها راحت. ودي اول حقيقه لازم تعرفها، مش اي فلوس داخله المحل معناها مكسب، ومش كل مكسب ليك الحق انك تتصرف فيه زي ما انت ما عاوز. الكاش فلو او بالبلدي السيوله هي الدم اللي بتخلي المشروع بتاعك يفضل عايش. حد هيقول لي يعني ايه كاش فلو؟ ببساطه هقول لك، هو الفرق بين الفلوس اللي داخله والفلوس اللي خارجه كل يوم. الفلوس اللي داخله زي المبيعات، الايرادات، وكمان التحويلات. الفلوس اللي خارجه زي المرتبات، الايجار، الفواتير وغيرهم. لو اللي بيخرج اكتر من اللي بيدخل يبقى المشروع بتاعك بينزف، حتى لو الارقام على الورق شكلها حلو. يعني ممكن تكون بتبيع خدمه او منتج ب 100000 جنيه في الشهر، بس انت بتصرف 110 من غير ما تحس، فساعتها هتكون بتغرق ببطء. تعالى بقى اقول لك اشهر 4 اخطاء الناس بتعملهم في الكاش فلو بيخلي المشروع بتاعهم بيتدمر من غير ما يحس. رقم واحد، الخلط ما بين فلوسك الشخصيه وفلوس المشروع. رقم اتنين، الشراء زياده عن الحاجه وخصوصا في موضوع المخزون. تلاتة، البيع بالاجل او بالدين من غير نظام. أربعة، تجاهل المصاريف الصغيره اللي بتاكل منك كل شهر من غير ما تحس. لو وقعت في اتنين من دول انت فعليا بتخرب بيتك ومشروعك بايدك وانت فاكر انك بتوسع مشروعك. طب هتقول لي ايه الحل؟ هقول لك الحل بسيط جدا بس محتاج التزام. هات دفتر وقسمه 3 خانات: الداخل، الخارج، الصافي. وكل يوم قبل ما تقفل المحل اكتب الرقمين دول بس: داخل كام وخارج كام، والصافي بالموجب ولا بالسالب. ولو بقى بالسالب لمدة اسبوع او اكتر اعرف ان في مشكلة لازم تتصلح فورا. خد بقى النصايح دي وكأنها قوانين مقدسة لأي مشروع. رقم واحد، ما تشتريش الا اللي بيتباع فعلا. رقم اتنين، خليك دايما كاش اكتر من كريدت، يعني بلاش الاجل او الدين الا في اضيق الحدود. رقم 3، الدفعات الكبيره بتاعه الطلبات والمخزون حولهم لجدول على مراحل بحيث انك توفر اكبر قدر من السيوله موجوده في المحل. رقم 4، خليك صادق مع الارقام حتى لو هتوجعك. الكاش فلو او السيوله مش ارقام، ده نبض مشروعك، وطالما النبض ثابت يبقى المشروع عايش. ده محمود صاحب محل وطبق نصيحه الدفتر اليوم، وبعد اسبوعين بيكتشف انه بيصرف زياده في الخامات 30% من غير داعي. ساعتها قرر يشتري اقل، والمفاجاه ان ارباحه زادت، مش لانه باع اكتر، عشان بقى فاهم بيصرف ايه وازاي. اللي في ايده دايما سيوله مشروعه بيعيش، واللي بيسيبه للصدفه بيقع حتى لو كان بيبيع كتير. عايز اقول لك ان دي الحلقه الثالثه من سلسله ازاي تدير مشروعك صح، والسلسله دي كلها هتلاقيني حاططها لك في قائمه تشغيل واحده اللي هي دي، وهتلاقي اللينك بتاعها في وصف الفيديو. لو كانت الحلقه دي بقى فادتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واكتب لنا في كومنت ايه اكتر مشكله بتقابلك في المشروع بتاعك، وهنحاول نختار 3 تعليقات نحللهم ونرد عليهم في حلقه خاصه. سلام.